النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، آخر خطبة، تخيل أن الشخص أنت كتبغيه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يقول لك هذا الكلام، وهذا الكلام من غدا ما غاديش تبقى تسمعه. مسلمين جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وكيتكلم خطبة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له حق عندي يديه مني، واللي كيسلي المال يديه مني. أبو بكر حاس في الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم بحال كيودع، صافي من دابا ما غاديش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وما غايزيدش يسمع في شي خطبة. أبو بكر الأرض اللي كيمشي عليها النبي صلى الله عليه وسلم كيبغيها. نض أبو بكر من بين الصحابة وكيقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك المال، فداك الزوجة والأنفس. الصحابة كيشوفوا في أبو بكر اجلس اجلس، راك قطعتي الخطبة ديال النبي، وهذا الشيء غير ممكن. تقطع الخطبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اجلس اجلس يا أبو بكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش أنه يشوف صاحبه كيشوفوا فيه بديك النظرة أنه غلط، وقطع الخطبة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوية عليكم شوية عليكم، ما من أحد كان له علينا فضل إلا ردينا الفضل دياله إلا أبا بكر، فإني ما استطعت أن أجازيه فجعلت جزاءه عند ربه. وما تنساش بينك وبين المعلومة مسافة.